غير لون الحيطة؟ أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. الأستاذ الدكتور مدحت الجيار ناقد أدبي شهير. لو طلبنا منك تغير مهنتك أو الكار بتاعك لمدة 5 دقايق، إيه الكار الجديد اللي تختاره؟ افتح سوبر ماركت. البقال مدحت الجيار. كان زمان البقال بيلبس بلطو أصفر كده وحاجة على راسه. ايوه أنت عارف ليه طبعا؟ طبعا، لانه هو بيشتغل في مليون حاجه سائله، ابتداء من الزيت للموارد للخل للسبرتو الى اخره. وايضا ممكن اشياء كتير تقع عليه او تقع على ملابسه، فبيلبس هذا الاطار او هذا البلطو الخفيف يحميه من الامور دي. البقال مدحت الجيار شايفاك كاتب على باب المحل عبارة بتقول الشكك ممنوع والزعل مرفوع. والرزق على الله. والرزق على الله. اللي هيزعل رزقنا على الله، لان كتير جدا من التجار فلسوا بسبب الشكك. الشكك يعني عنوته ياخد وما يدفعش الا بعد فتره. وبعض الناس ياخدوا عنوته شهور طويله وبعدين يعزلوا ويسيبوا الشقه اللي فيها ويروحوا حي تاني خالص. البقال مدحت الجيار في ناس كتير يعني بتتاجر في سلع مغشوشه، سلع ملهاش تاريخ صلاحيه. انت ايه رايك؟ لا الحقيقه انا عمري ما عملت كده، وتجارتي رابحه لهذا الاساس، ولا بد ان انا بختبر اي بضاعه جديده. ليه؟ لان احيانا يكتب التاريخ خطا على ان مده الصلاحيه لم تنتهي بعد، لكن هي انتهت. البقال مدحت الجيار مين الزبون اللي اول ما تشوفه تقفل الدكانه؟ اللي يحكي لي حكايه وبعدين يقول لي ايه، لو سمحت اديني ربع جبنه عقبال ما اروح البيت اجيب لك الفلوس. البقال مدحت الجيار بيقولوا ان البقال دوت بيبقى يعني زي مكان لحفظ اسرار اهل الحته. ده صحيح. عنده كل القصص طبعا. والحكايات طبعا. والروايات. طبعا. انت ممكن تطلع سر حد؟ لا يمكن ابدا، حتى لو اكل عليا الفلوس ما جيبش سيرته. هل محل البقاله بيكون مصدر من مصادر معرفه المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والمادي لاهل المنطقه اللي بيشتروا؟ جدا، لانه البقال ايضا في الاحياء الشعبيه هو البوسطه بتاعه الحي. يعني اللي عايز يسيب جواب لصاحبه يسيبه له عند البقال. اللي عايز يسيب حاجه مهمه لو سمحت خليها عندك هشتري حاجه واجي يسيبها عند البقال. من غشنا فليس منا. طبعا. البقال مدحت الجيار طبعا ده حديث نبوي الشريف. والله عمري ما غشيت حد. ومش ناوي في السوبر ماركت ده اغش حد. البقال مدحت الجيار انت طبعا مانع الشكوك والعنوته. لو جالك حد فقير جدا معدم وقال لك انا عاوز اكل عيالي، هتعمل معاه ايه؟ هديله ببلاش. البقال مدحت الجيار انت خلاص كده خلصت مهمتك وهترجع لكارك القديم او مهنتك القديمه ناقد ادبي الدكتور مدحت الجيار. زعلان؟ ابدا بالعكس، ده انا فقت جدا مع البقال ده، طلع مني حاجات كتيره جدا. جديد في الكار، انتصار غريب.